ما بين البنك والزبون هي علاقة أوامر تتوصل بها البنك وتنفذها. أوامر ديال من؟ ديال هذاك الزبون اللي دار فيها الثقة ووضع الأموال ديالو بين يديها، عطاها واحد الأمانة، فهو عنده أوامر على ذاك الأمانة، عنده السلطة على ذاك الأمانة، والبنك هو حارس ديال ذاك الأمانة. إذا ملي كيبغي يدير شي حاجة ماشي يقول له الله يخليك واش يمكن لك، لا، هذيك غير من باب الأدب، أما هو تيقول له دير كذا دير كذا الله يجازيك بخير، يعني أوامر. إذا هذا الزبون كيصيفط للبنكة الرسالة ديالو تيقول لهم قفلوا الحساب ديالي، وهما تيخصهم يصيفطوا له واحد الرسالة ويقولوا له الله يكثر خيرك. هما خصهم بوحدهم يقفلوا الحساب بتلقائية إذا دوز واحد العام وما كانش فيه تحرك نهائيا. لكن المشرع قال لهم قبل ما تقفلوه ديروا واحد الإجراء، وانكم تصيفطوا رساله للزبون وقولوا له الله يكثر خيرك واش نقفلوا الحساب ولا نحتفظوا به محلول، راك ما كتحركوش وعندك اجل ديال 60 يوم، الا ما جاوبكش تقفل الحساب، والا جاوبك قال لك لا ما تقفلوش احتفظ به. اذا هذه القاعده القانونيه. دابا انتم كتمشيو للبنكه كتقول لهم قفل الحساب، تيقول لك واخا ما تيقفلوش. كاين بنوك اللي تيقفلوه وكاين بنوك اللي تيقبلوا يعطيوكم الاشعار بالتوصل ديال الرساله اللي كتعطيهم ديال اقفال الحساب، وكاين البنوك اللي تيرفضوا يعطيوكم الاشعار بالتوصل، وكاين البنوك اللي ملي كتقول له قفل كيقفل، وكاين البنك والاغلبيه تيقول لك واخا ما تيقفلش، او تيقول لك وهذا هو اللي غنتطرقوا ليه اليوم، لا عندك شي فلوس كنسالوها لك. شي حتى هاد عندك شي فلوس كنسالوها لك ما عندهمش الحق يبقاو يخليو الحساب مفتوح حيت كيسالوك فلوس. راه بحالو بحال المدرسه اللي ما كتكونش خلصتي المدرسه د وليداتك نظرا لظروف صعبه كتمر منها، وجا وقت باش يتسلموا الشهاده ديالهم مدوزوا الامتحان ونجحوا، ومشيتي تقول لهم عطوني الشهاده د ولدي، يقول لك ما نعطيكش الشهاده كنسالك. بحالها لا سيدي، عطي للسيد الشهاده ديالو وسير للقضاء خذ حقك. البنكه نفس الشيء، قال لك عطاك امر تقفل الحساب قفل الحساب. كتسالو شي حاجه سير للمحكمه ودير دعوه قضائيه واطلب خبره، وغادي تقول لك المحكمه واش كتسال هذا السيد ولا ما كتساليش. الا كتسالي غنحكم عليه وغادي يأدي، ولا ما كتساليش هاد العلاقه ما عندها، هذا الامر هذا ما عنده علاقه باقفال الحساب. اذا ملي كتعطيهم يقفلوا الحساب خصهم يقفلوا الحساب، ما يخرجلكش شي سبب حقا عندك شي حاجه تيقول لك بالفرنسيه عندك شي حاجه اونستونس، لا قفل الحساب وسير ديك الساعه تفاهم معايا في شي الاخر. هذا ما كرسته المحكمة الابتدائية. ومرة أخرى كل احترام للمحاكم الابتدائية اللي فيها قضاة كيديروا أحكام جميلة حقيقية صافية قحة للقانون، اللي الأمر فيها واضح ما كاين فيها الاعتبار. بشحال ديال المواطنين تيقول لك واش انا نقد على البنكة، اسيدي راه البنكة بحالك بحالها، واش عرفت شحال البنكة عندها من محامي، واخا يكونوا عندها 10 واخا يكون عندها 20 تدير محامي واحد يكون نزيه امين وكفء يكفيهم كلهم. حيت راه رانا ماشي كنتحاماو في العضلات، راه عندنا نص قانوني وفي هذا النص هذا ما فيهش اجتهاد وما فيهش ابداع وما فيهش تفسير وما فيهش تاويل، امور واضحه. اخفاء الحساب لا غبار عليها. ملي تمشي عنده ما تبقاش يقول لك سير تنصاوبو تندير، اسيدي تقفل لي الحساب الله يجازيك بخير، هات الورقه ديالي عطيني الاشاره التوصل. قال لك لا، عيط للمفوض القضائي الله يكثر خيرك السيد المفوض القضائي بلغ لي هذه الرساله للبنكه وانت ارتحيتي. هذا السيد هذا اللي بيدينا الحكم ديالو، اللي صدر الحكم ديالو في 27/4/2023 يعني حديث ليس بالحكم القديم. هاد السيد كان عنده جوج الحسابين بنكيين وكان واخد فيهم قروض وسدد القروض ديالو، وتوجه لهم برساله تيقول لهم الله يخليكم قفلوا الحساب بجوج. توجه لهم الرساله في 2022 قال لهم الله يخليكم قفلوا الحساب. قال له عندك شي حاجه كتسالك. صيفط لهم جوج الانذارين، الانذار الاول ديال الحساب الاول والانذار الثاني الحساب عن طريق مفوض قضائي. لا حياه لمن تنادي، ما جاوبوهش. إذ التجأ للمحكمة دعوة في الموضوع بإقفال الحساب.
انا سيدي عندي واحد الحسابات مع هاد الناس، خديت منهم قروض، سددت القروض، قال لك كيسالوني شي فلوس، راهم دعاوني، راه المحكمه الابتدائيه حكمات لصالحهم، وفي الاستئناف امرت المحكمه بخبره، والملف راه رائج. انا بغيت نقفل الحسابات ديالي، الدنيا ديالهم راهم كيجريو عليها في المحكمه، انا تنقول هاد الناس ما كيسالونيش. اذن باش حكمت المحكمه قالت لهم سيدي هاد الشيء هذا اللي كتسالوه ما عنده علاقه بالتعبير على الاراده ديالو اللي وصلها لكم، قال لكم قفلوا الحساب، فخصكم تمتثلوا الاوامر ديالو وتقفلوا الحساب، وذلك تحت تطبيق غرامه تهديديه ديال 1000 درهم عن كل يوم تاخير. وملي تبلغ لهم الحكم الابتدائي للبنكه، البنكه ما استنفاتش الحكم. علاش ما استنفوش؟ حيت عارفه بان ما عندهاش الحق. اذن السيد تقفل الحساب ديالو، والملف ديالو ديال الشيء اللي كيسالوه راه مازال رائج في المحكمه. ملي غتحكم المحكمه غادي يمارسوا عليه ديك الساعات المساطر القضائيه والقانونيه اللي كيعطيهم القانون. الا كاين شي حجوزات يديروها، لكن مساله اقفال الحساب لا علاقه لها بما يروج بيني وبينك يا بنك، يا مؤسسه بنكيه. اذا قلت لك نحبسوا صافي غنحبسوا، لا كتساليني شي حاجه، اذا كنت انا موافق على ديك الحاجه اللي كتساليني دابا غنعطيها لك، ولكن ما عندها علاقه باقفال الحساب. نقفلوا سيدي الحساب هو الاول. اذا ما تبقاوش تنازلوا على الحقوق ديالكم. انا شحال من خطره كيبلغني تيمشي شي واحد تيقول لهم ها شوفوا شنو تيتقال ولا شنو تيتكسب ولا شنو، تيقولوا هذاك الشيء كله راه كيخرفوا عليكم. انا نضيعوا وقتنا حنا في التخراف، ما عندنا ما يدار، بقاو نخرفوا وما تخليهمش يقولوا لكم كلام اللي هو ماشي سليم، في حين كاين قانون اللي تيحكم بين الزبون وما بين البنك. اذا عندك حساب بغيتي تشدو، انا تنقول لكم باش تمارسوا الحقوق ديالكم خص لازم تكون عندكم علاقه وطيده بمفوض قضائي، لان للاسف عندنا واحد الثقافه اليوم، عندنا ثقافه عامه الا بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات ناتجه عن ماذا؟ ناتجه عن شجاعه المسؤول. اما القاعده فيها جبن ديال الاداره العموميه، هذه هي القاعده. والاستثناءات هناك بعض الاشخاص مسؤولين في الاداره العموميه عندهم شجاعه. على اي نقطه كنتكلم على الاشعار بالتوصل. قولوا لي شحال من اداره كتمشي تعطيها وثيقه ويعطيوك الاشعار بالتوصل؟ اي وثيقه كيشموا فيها ريحه الصداع يرفضوا يعطيوك الاشعار بالتوصل، وهذا يدل على جبن المسؤول. في حين كتدخل الادارات كتلقى المسؤول شجاع وهو عارف راسو عنده المسؤوليه، ويمكن كاع مقصر او خطا او سهى او عندك الحق سيدي في الاشعار. عطيتيني وثيقه ارا سيدي ندير لك اشعار بالتوصل. هاك دابا اليوم تمشي للمقاطعات، اعطيني شي قايد كيقبل يعطيك الاشعار بالتوصل. الناس يقيلوا يديروا شكايات ديال المخالفات، ما كاينش اشعار بالتوصل. التعسفات ديال بعض رجال السلطه ما كاينش اشعار بالتوصل. ادارات عموميه يمتنعون عن اعطاء الاشعار بالتوصل، في حين هذه مساله بسيطه جدا. اعطيتيني ورقه سنعترف لك بانني توصلت بهذه الورقه بتاريخ فلان، اداره توصلت بهذه الوثيقه، ولكن حنا حتى الفوقاش نبقاو غادي. اذن فانا كنصحكم انه باش ما تعرضوش لهذه المشاكل هذه يكون عندك مفوض قضائي، رقم التليفون المفوض قضائي. ما تبقاش تعيي راسك، عندك واحد الوثيقه باش توصلها غادي تعطيها المفوض قضائي غادي يبلغها، لان هذيك الوثيقه والاثبات بانها توصل بها هذاك المرسل اليه مهمه جدا وجوهريه بالنسبه للقضيه ديالك. لان الا مشيتي بهذيك غلط وعوج راه غتغلط، غتخسر في الدعوه المحكمه. ان هذيك الوثيقه مهمه تثبت. تمشيو عند الموضوع الاشعار بالتوصل، تمشيو عند اصحاب التليفونات اشعار بالتوصل، تمشي لوزاره الداخليه كيفما كانت ادارتها، اي اداره مشيتي لها الاشعار بالتوصل. ولو يكون الود بيناتنا والامور ما كاين حتى نزاع، ما كاين حتى ريحه النزاع، ما كايناش. اشعار بالتوصل اجراء فقط. وهذه انا كنتمنى ان الحكومه تنتبه لهذه المساله، لان هذه من الامور اللي غادي تكرس الثقه ما بين المواطن وما بين الاداره. هذا اجراء بسيط تفصيلي لكن مهم في ارساء الثقه، في زرع الثقه، في استرجاع الثقه ما بين المواطن وما بين الاداره. كتجي تعطيه وثيقه طبع تاريخ توقيع ها الورقه ديالك، فين العيب؟ فين المشكل؟ وانت فاش انت كاع مضرور؟ ياك الاداره اللي مسؤوله. خلي السيد ياخذ الحقوق ديالو، خلي السيد تعطيه فرصه باش الا مشى للمحكمه يلقى باش علاش تضيعوا في حقه.
وانت مازالك 3 شهور وتاخذ تقاعد وتمشي وتخلي هذاك السيد ضايع في حقه في 3 شهور 4 شهور عام و3 سنين و4 سنين و10 سنين وكيجري في المحاكم، وبسبب ذاك الورقه اللي ما عطيتيش انت تضيعوا في حقه. علاش؟ ويمكن كاع انت تموت والسيد خليتيه يضيع في حقه فقط لان نهار انت كنتي خدام ما بغيتيش تعطيه باشاره التوصل. هادشي راه الناس فايقين وقاريين وواعيين وكيرفضوا لهم. فما ادراكم بالناس ديال القرى، الناس ديال الباديه والناس اللي ما قارينش والناس اللي اميين والناس اللي عجزه والناس اللي ما فاهمينش وكيسحبوا هذاك هو القانون. صافي عطيتو الورقه صافي كنمشي بحالي. لا انا شكيت، انا راه صيفطتهم رساله عندك اشاره التوصل، لا ما عطاوهليش. شنو هو الاشاره التوصل؟ لا ما عطاوهليش اسيدي. وشنو غادي ندير انا؟ اذن الحكومه ما فيها باس الوزير المكلف بتحديث الاداره العموميه يدير واحد الدوريه بتنسيق مع رئيس الحكومه. الله يجازيكم بخير جميع الادارات. هذا هو السلوك السوي، السلوك الدستوري، السلوك الحقوقي، السلوك المواطنتي، السلوك الوطني، السلوك الانساني. الدوريه تقول الله يخليكم اللي جاتو شي رساله ما عند شي مواطن شي شكايه وثيقه الاشعار بالتوصل، اعطي انك تعترف بانك توصلت من هذه الاداره. راه بهاد التفاصيل باش كنبنيو دوله الحق والقانون.